جاء مجموعة من المؤمنين ودخلوا على الإمام الصادق في المدينة المنورة وقالوا له: السلام عليكم، نحن من أبناء الري. فقال لهم: أهلا بإخواننا من أهل قم. فأعادوا عليه الكلام وقالوا: نحن من أهل الري. فقال لهم: أهلا أو مرحبا بكم، مرحبا بإخواننا من أهل قم. ثم التفت وذكر هذا الحديث الذي ذكره الأخ العريف عريف الحفل، ونحن لا بأس أن نعيده تيمنا بهذه المناسبة. فقال: إن لله حرما، إن لله حرما وهو مكة، وإن لرسول الله حرما وهو المدينة، وإن لعلي حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو قم ستدفن أو تدفن فيه امرأة من ولدي أو من أولادي في بعض النصوص اسمها فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. هذا حديث ذكره الإمام الصادق قبل أن تولد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وذكر قبرها وذكر زيارتها والأجر والثواب الذي يترتب على زيارة قبرها. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة أن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لها زيارة مخصوصة على لسان الإمام المعصوم، يعني قالها الإمام المعصوم. أنتم تعلمون أيها الأخوة هنالك زيارات صادرة من الإمام المعصوم، ولكن هنالك زيارات لم تصدر من الإمام المعصوم. فأنت الآن حينما تزور مثل رسول الله، تزور مثل أمير المؤمنين، الزيارات الخاصة والعامة للإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الزيارات كلها واردة عن أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. بعض أهل البيت لم ترد في حقهم زيارة خاصة من المعصوم. منه مثلا السيدة زينب سلام الله عليها لا توجد لها زيارة خاصة من المعصوم. هذه عقيلة بني هاشم، وهذه العفيفة المخدرة، وهذه بطلة كربلاء، وهي شريكة الإمام الحسين في نهضة عاشوراء. لكن لما تقرأ التاريخ أنت الآن لا تجد لها زيارة مخصوصة قد صدرت من الإمام المعصوم. ولكن هذا لا يعني بأن منزلتها هي أقل من منزلة السيدة فاطمة المعصومة، لا أبدا. لعله كانت لها زيارة ولم تصل إلينا زين، وأتلفت كما تلف الكثير من التراث، أو لا أساسا لعله ليس لها زيارة صادرة من المعصوم أبدا. فهذه الزيارة التي أنت حينما تذهب إلى قبرها، إلى السيدة زينب وتزورها، هذه الزيارة لم تصدر من إمام معصوم، وإنما كتبها ووضعها بعض الأعلام وبعض العلماء. لا توجد زيارة خاصة صادرة من المعصوم للسيدة زينب سلام الله عليها. الآن قد واحد يسأل: وهل يمكن أن نزور المعصوم أو نزور مثل أهل البيت بزيارة لم تصدر من المعصوم؟ نعم يجوز، كل ذلك جائز. أنت تستطيع أن تقف مثلا أمام أي معصوم وتخاطبه وتحكي وياه باللهجة الذي أنت تستطيع ماذا أن تتكلم بها. لكن إذا كانت هنالك زيارة مخصوصة واردة عن المعصوم فيستحب أكثر ماذا قراءة تلك الزيارة الواردة من الإمام المعصوم.
السيدة فاطمة المعصومة لها زيارة خاصة ذكرها وقالها الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا وقالها لأحد أصحابه سعد القمي أو الخزرجي، فقال له: يا سعد. طبعا هذه الرواية أيضا ذكرها الأخ، حتى لا جماعة يقولون الشيخ قاعد يكرر. الأخ يعني أيضا ذكرها العريف عريف الحفل. ونعم يعني قد سمعتم هذه الرواية. قال له: إن لنا قبرا عندكم. ثم قال: هو قبر فاطمة المعصوم، من زارها عارفا بحقها، انظر، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. وكذلك ما قال الإمام الجواد سلام الله عليه: من زار عمتي فاطمة وجبت له الجنة. هذه الروايات الموجودة. يعني الإمام الصادق والإمام الرضا والإمام الجواد بيّنوا أجر وثواب زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. النقطة الرابعة أو الميزة الرابعة التي امتازت بها السيدة فاطمة المعصومة أن هذا القبر والمقام هذا نسبته صحيحة لهذه السيدة فاطمة المعصومة. يعني أنت لو تطالع التاريخ تجد أن المشهور بين أعلامنا يقولون بأن السيدة فاطمة المعصومة دفنت في هذا المكان، في قم، وفي هذا المكان. هذا كان في السابق كان عبارة عن بستان للأشعرية، وموسى الأشعري قد دفنها في هذا أيضا في هذا المكان.